السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. عاجل ورسميا دفع غرامة محمود عبد المنعم كهربا. دي أول نقطة هنتكلم فيها. تاني نقطة هنتكلم عن تصريحات طبالين مرتضى منصور امبارح على قناة الزمالك. لك أن تتخيل إن الساعتين ونص بتوع برنامج زملكاوي ما كانش ليهم سيرة امبارح غير سيادة المستشار وبس، ونسيوا تقريبا نادي الزمالك نهائيا. أهم حاجة يكون سيادة المستشار راضي علينا ومتكيف مننا. بالنسبة بقى لغرامة كهربا، امبارح على قناة MBC مصر مهيب عبد الهادي استضاف على التليفون المحامي الكبير أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا، وقال له يا سيادة المستشار احنا حرفيا زهقنا. كهربا هيلعب ماتش الوداد ولا لا؟ كهربا هيدفع الغرامة ولا لا علشان ما يتوقفش؟ لان الموضوع ده زهقنا منه جامد، وانا بضم صوتي لصوت مهيب عبد الهادي وبقول احنا فعلا زهقنا من الحوار ده، واتمنى ان هو ينتهي بقى لان الموضوع ده طول وبقى رخم قوي. رد عليه محامي كهربا وقال له ما تقلقش يا مهيب، خلال النهارده او خلال بكره ان شاء الله بالكتير هتكون عقوبة كهربا أو غرامة كهربا اتحطت في حساب نادي الزمالك. ولكن أنا كواحد بقى مش فاهم إزاي هتتحط في حساب نادي الزمالك، لأنها لو اتحطت حاليا في حساب نادي الزمالك هتبقى ضربة موجعة تانية لنادي الزمالك، لأن زي ما انتوا عارفين لسه مشكلة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك ما اتفكتش، فبالتالي المبلغ ده لو اتحط الزمالك مش هيعرف يستفيد بيه بأي حاجة، وأنا أتمنى كده الصراحة. دي كانت أول نقطة. يعني إن شاء الله عقوبة كهربا خلاص يعني عاجلا أم آجلا هتدفع. دي أول نقطة. تاني نقطة بقى تعالوا نروح للجماعة الطبالين. امبارح كان مقدم البرنامج على قناة الزمالك الطبال الكبير قوي كابتن جمال عبد الحميد، أنا منضم حديثا لقوائم الطبالين مرتضى منصور، ومعاه عم الحاج محمد رجب، ومعاهم رئيس الطبالين مصطفى جويلي، والطبال الحراق اسمه ايه ده يا رب، منتصر الرفاعي. منتصر الرفاعي امبارح سمعت منه تصريح مستفز جدا كان هيخلينا طق. بيقول لك هو سيادة المستشار مرتضى منصور عمره شتم حد ما يستاهلش الشتيمة؟ كل اللي شتمهم يستاهلوا الشتيمة. طب انت يا بواب يا زنديق شايف ان الكابتن محمود الخطيب يستحق الشتيمة؟ طب شايف ان الكابتن حسن شحاتة بتاريخه يستحق الشتيمة؟ شايف ان الكابتن حلمي زمورة الاسطورة رئيس نادي الزمالك في السبعينيات الرئيس الاسطوري للزمالك يستحق الشتيمة؟ شايف حازم امام، وشايف كل الرموز دي تستحق الشتيمة؟ ما هم دول اللي شتمهم ولي النعمة بتاعك، رئيسك اللي بيقبضك وبيأكلك اخر الشهر. طبعا بقى عيش على كده كمان عم الحاج محمد رجب معاه ومصطفى جويلي، واقسم بالله الحلقه ساعتين ونص ما جابوا فيها سيره حاجه غير مرتضى منصور وانجازات المستشار مرتضى منصور. ربنا يتوب علينا من الهم والعته ده. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم.